كريستال. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل الحجازية بأقل تكاليف وأسهل طريقة. هنعجن بمية، كوباية مية وكوبايتين دقيق وكوبايتين دقيق سمي، كوباية سمنة أو زيت أو زبدة وكوباية سكر، وبس كده. هي دي المكونات، ويلا بينا. تعملوا صينية كبيرة ب8 قطعتين بنجيبوها من بره. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كوباية مية دافية وعليهم 3 معالق سكر كبار ومعلقتين صغيرين خميرة وندوبهم كويس جدا. هنغطي الخميرة بطبق صغير على جنب بالشكل ده، وهنحضر كوبايتين دقيق وكوباية دقيق سميد، هنحطهم على الدقيق وهنحط عليهم معلقة بيكنج باودر صغيرة وهنقلبهم. نحضر كوباية زيت على سمنة أو ممكن كوباية زبدة أو سمنة اللي انتوا حابين تحطوه. مش هنعجنها خالص بإيدينا، هنعجنها كلها بالمعلقة وهنقلب لحد ما السمنة تدخل في الدقيق كويس جدا بالشكل ده. أول ما نحس الدقيق شرب السمنة بالشكل ده، نوصل للمرحلة دي، هنجيب كوباية الخميرة ونصبها على العجينة ونقلبها برضو بالمعلقة. مش هنعجن خالص. انتوا هتحسوا الخميرة اللي عملناها كتيرة، بس مع التقليب هتشرب الدقيق هيشرب كل السوائل دي، واحنا بنقلب بالمعلقة هتلاقي السوائل كلها اختفت، الدقيق هتلاقيه شرب. اهم حاجة اول ما نحط الخميرة مش عايزين نعجنه، احنا بس اهم حاجة الدقيق يشرب السوائل، وكده خلصت العجينة بتاعت الحجازية. بصوا بالشكل ده شربت كل السوائل. هنغطيها ونسيبها على جنب تخمر، وهنحضر الحشو بتاع الحجازية. كوباية دقيق سميد وعليهم كوباية سكر و3 معالق كبار أو 4 قرفة على حسب ما انتوا حابين بقى قد ايه أو اللون بتاعها. وهنقلب المكونات دي كويس جدا، القرفة والدقيق السميد والسكر هنقلبهم كويس جدا. انا هنا زودت معلقة تاني قرفة عشان حسيت اللون فاتح. وهنقلب كويس كده، وهنحط 4 معالق مية وهنقلبها كويس جدا. اهم حاجة اللي تبقى زي الرملة، اهم حاجة الحشوة تبقى زي الرملة المندية كده. وهنقلب كده بالشكل ده، ولو لقيناها عايزة مية تاني بنزود. اخر حاجة احط معلقتين عسل، وده اختياري لو حابين تحطوا. هو العسل بيخليها متماسك شوية. ممكن ما نحطش اصلا، وممكن نحط معلقتين شربات وهنقلبهم كويس جدا بالشكل ده. جربوها في البيت بجد، طريقتها مش مكلفة جدا وطريقتها سهلة. وهنركنها على جنب، وهنجيب العجينة هنقسمها نصين. هناخد نص نفرده في الصينية من تحت بالشكل ده، هنوزعه كده بايدينا. احنا مستخدمناش ايدينا خالص غير في الفرد بتاع العجينة. هنفردها كلها بالشكل ده. بعد كده هنجيب الحشو اللي هو السكر والقرفة ونفرده على العجينة بالشكل ده. ممكن لو حابين صينية اصغر ممكن، بس السمك بتاعها يبقى اعلى. وهنجيب صينية كده ونفرده جزء جزء بالشكل ده. هناخد قطعة قطعة ونفردها بالشكل ده عشان نقدر بس نشيلها، ونفردها على الصينية من فوق ونرصها بايدينا كده، نفردها بايدينا. هناخد قطعة قطعة من العجينة لحد ما نخلصها خالص ونفردها بالشكل ده. دي اسهل طريقة. ممكن طريقة تانية، ممكن نجيب كيس ونفرد العجينة كلها عليه ونقلب العجينة على الصينية من فوق. برضو دي طريقة تانية اللي حابين تعملوه الاسهل ليكو. واخر حاجة اعمل شكل كده بالشوكة زي الزجزاج كده. اهم حاجة ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. هتعملوا صينية كبيرة بجد بأقل تكاليف. واخر حاجة
هنقطعها كده بالشكل ده بالسكينة. القطعة بقى اللي انتوا حابين تقطعوها قطعوها، ممكن تقطعوا اصغر من كده ممكن اكبر من كده، واقطعها برضو بمثلثات كده بالشكل ده. لازم نقطعها قبل ما ندخلها الفرن، واهم حاجة برضو لازم نسيبها تخمر 10 دقايق او ربع ساعة. هنسيبها تخمر وبعد كده نولع الفرن على درجة حرارة عالية ونتابع التسوية بتاعتها. يا رب الطريقة تكون عجبتكم وتجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي ايه رأيكم. بجد طالعة قمر. بصوا والشكل بتاعها والطعم بتاعها تحفة، وهتعملوا كمية كبيرة وتكلفة اقل. يا ريت بجد تجربوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت قمر كده شبهكم ودعوة حلوة.